قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى الأمر، أمرك محسوم. تجتمع الأمة على أن يضروك بشيء والله لم يأذن بذلك ولم يكتبه عليك، اطمئن فالله معك. ألم يقل الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا حتى وإن أصبت بمصيبة أو تعرقلت أو سقطت أو وقعت أو ما أشبه ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل لك، فكن عاقلا متعقلا محتسبا، ترجع إلى الله عز وجل عند مصائبك، بمعنى أنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وأنت مستمر في طاعة الله عز وجل. فلا تقلق، الرزق لك، الذي قدر وكتب لك هو لك، لن يأخذه أحد، اطمئن. وهذا الرزق سيطلبك كما يطلبك الموت، فلا تجزع ولا تكن خائفا من فلان أو فلان، من حاسد أو ساحر أو ما أشبه ذلك، وتقول هذا حسدني وتقلق وتقلق غيرك وتشغل نفسك فيما لا فائدة منه وأنت في فراغ من وقتك وما أشبه ذلك. املأ هذا الصدر بذكر الله والقرآن وأذكار الصباح والمساء وتعلق بالله، وهذا الحديث منهج لك بأن تتعلق بالله عز وجل. فكن مؤمنا بحقيقة، والمؤمن الحقيقي هو أنه يطبق ويمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه، والله أعلم.